هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي إذاعة إيرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 29 من مايو. نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم موجهات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية. قبل ذلك نقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. منظمة الزراعة والأغذية العالمية تحذر من موجة ثانية من أسراب الجراد الصحراوي. فيروس كورونا يصيب رموز نظام الإنقاذ السابق. اتهامات للصين بالتجسس على رؤساء ووزراء دول في أفريقيا. الحجر الصحي يؤثر سلبيا على الرياضيين بشكل خاص. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة إيرينا. هذه إذاعة إرنا. الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من موجة ثانية من أسراب الجراد الصحراوي في منتصف شهر يونيو المقبل. وقالت المنظمة في تقرير لها بأن موجة جديدة من أسراب الجراد الصحراوي قد تهاجم كل من الصومال والسودان وإثيوبيا وكينيا، وسوف تتأثر بها كذلك كل من إريتريا وجيبوتي. وكانت المنظمة قد حذرت قبل أسبوعين من مخاطر مجاعة في دول القرن الأفريقي بسبب قضاء أسراب الجراد على المحاصيل الزراعية للفلاحين في كل من الصومال وأجزاء من إثيوبيا وكينيا. وكانت إريتريا قد حصلت على دعم ألماني يقدر ب1.5 مليون دولار لمساعدة الفلاحين المتضررين من أسراب الجراد في إقليمي شمال البحر الأحمر والإقليم الجنوبي. وأشارت منظمة الأغذية والزراعة بأن تأثيرات الموجة الثانية من أسراب الجراد سوف تلحق الأضرار بالمحاصيل الزراعية في البلدان المتضررة. أكدت مصادر إعلامية من الخرطوم إصابة نائب الرئيس السوداني الأسبق علي عثمان محمد طه بفيروس كورونا، وأنه يتلقى العلاج في مركز برج الضمان في العاصمة، بينما يتلقى أحمد هارون العلاج من الفيروس منذ 29 من الشهر الماضي في مركز يونيفرسال. ويتلقى كذلك كل من إبراهيم السنوسي وعلي الحاج محمد العلاج في مستشفى يستبشرون المملوك للدكتور مامون حميدة. كما أصيب بالفيروس كذلك وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، والذي يتلقى العلاج في مستشفى علياء، بينما نقل أخ الرئيس عمر البشير عبد الله حسن البشير إلى مستشفى علياء أيضا للعلاج من الأورام. وتم عزل الرئيس المخلوع عمر البشير بعد إصابة بعض مخالطيه. من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وفاة السيدة نجوى قدح الدم مستشارة المجلس بسبب وباء فيروس كورونا في العاصمة. وكانت نجوى قدح الدم والتي عرفت بلقب مهندسة العلاقات الإسرائيلية السودانية قد أصيبت بالفيروس وتوفيت بعد أيام قليلة من إصابتها يوم الثلاثاء الماضي. وكان فريق طبي إسرائيلي قد حاول نقلها لتلقي العلاج في تل أبيب عبر طائرة طبية خاصة، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد معاناة من المرض في غرفة العناية الفائقة. قالت مؤسسة هيريتج فاونديشن البحثية الأمريكية بأن الصين تتجسس على رؤساء وزراء ووزراء خارجية ودفاع وبرلمانات أفريقية. وقال تقرير المؤسسة بأن الصين ساهمت في إنشاء حوالي 200 مبنى حكومي على امتداد القارة، منها 23 قصرا رئاسيا وقصر لرئيس الوزراء و26 برلمانا و29 وزارة خارجية و32 وزارة دفاع، وأنها قامت بزرع أجهزة تنصت واستماع في كل هذه المباني عبر شركة هواوي لخدمة الإنترنت. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الصين تتجسس بشكل متواصل على مبنى ومكاتب الاتحاد الأفريقي منذ عام 2018. من جانبها لم ترد الصين على تقرير المؤسسة البحثية الأمريكية. أفاد تقرير طبي صدر مؤخرا
إلى أن سياسة الحجر الصحي لتفادي الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد قد تركت آثارا سلبية على صحة ونشاط الرياضيين. وقال التقرير رغم أن الكثير من الرياضيين يمارسون الرياضة في نطاق المنزل بسبب الحجر الصحي، إلا أن نفسياتهم تأثرت كثيرا بسبب انقطاعهم عن الأنشطة المحببة لهم وممارستها في الهواء الطلق مثل العدو وكرة القدم والرياضات الجماعية. وأشار التقرير بأن تأجيل أولمبياد طوكيو حتى يونيو من العام المقبل سيكون له تأثيرا نفسيا بالغا على الكثير من المشاركين، لأنهم قضوا وقتا طويلا وتهيأوا نفسيا للمشاركة في هذه البطولة. وكانت بعض الدول مثل ألمانيا قد سمحت بعودة تدريجية لبطولة دوري كرة القدم فيها. بهذا الخبر الرياضي مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. منظمة الزراعة والأغذية العالمية تحذر من موجة ثانية من أسراب الجراد الصحراوي. فيروس كورونا يصيب رموز نظام الإنقاذ السابق. اتهامات للصين بالتجسس على رؤساء دول ووزراء أفارقة. والحجر الصحي يؤثر سلبيا على الرياضيين بشكل خاص. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله وإياكم من هذا الوباء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأكارم، قبل تقديم حلقة اليوم من برنامج نافذة ثقافية، نعتذر إليكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل عن تقديم برنامج فنجان جبنة، والذي بدأنا في تناوله في أحد المدن الإريترية وفي ضيافة أحد أبنائها أو بناتها. وقد تعذر الإعداد لهذا البرنامج بسبب الحجر الصحي الحالي، على أمل العودة إليكم في حلقات جديدة من البرنامج خلال الدورة الإذاعية المقبلة، مع خالص الدعوات لكم أجمعين بأن تكونوا في السلامة وفي حفظ الله ورعايته. وفي حلقة اليوم نقدم لكم، وبمناسبة بدء رفع الحجر المنزلي التدريجي في العديد من دول العالم، مقال للكاتب السعودي ميرزا الخويلدي. وفي الجزء الثاني نقدم لكم قطوفا من ثمار دور النشر. فأهلا وسهلا بكم. هذه إذاعة إرينا. 100 يوم من العزلة. ميرزا الخويلدي. بعد أيام نكمل نحن سكان هذا الكوكب 100 يوم من العزلة، عزلة ستظل تقرأ فصولها حتى بعد 100 عام من حدوثها، تماما مثل ما نقرأ سيرة ماكوندو، القرية الخيالية الغافية على ضفاف النهر في كولومبيا، والتي ابتكرها مسرحا لأحداث روايته الشهيرة غابرييل غارسيا ماركيز. قريتنا الكونية أفضل حالا من قرية ماركيز، رغم أننا نخوض الصراعات نفسها، صراع الأجيال والطبقات والحداثة والخرافة والاستعمار، لكن قريتنا باقية، وقرية ماكوندو دمرتها الرياح. يبدأ العالم يتنفس الصعداء ويخرج رويدا من الكهف الذي سجن فيه، ولم يكن السجان سوى فيروس لا يرى بالعين المجردة. وبعد 3 أسابيع تقريبا سيتمكن القسم الأكبر من البشر من الوقوف على الصخرة ملوحين بشارات النصر. أكبر إنجاز أننا لم نهزم، فقدنا الآلاف
وشح الهواء من رئات الملايين، لكن هذه الأرض ما زالت تتنفس. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لن يعود العالم إلى ما كان عليه قبل الجائحة، لن ينقلب رأسا على عقب، لكنه سيتجدد. الأفكار والمفاهيم والوسائل التي كانت سائدة قبل سيكون أمامها امتحان عسير لكي تثبت أنها ما زالت صالحة لمرحلة ما بعد الوباء. المفاهيم والوسائل التي كانت سائدة قبل سيكون أمامها امتحان عسير لكي تثبت أنها ما زالت صالحة لمرحلة ما بعد الوباء. ثمت صدمة كهربائية سريعة وخاطفة ولكنها صاعقة ومزلزلة أصابت هذا الكوكب، واستهدمت في الصميم خلاصة ما بناه الإنسان الحر من مفاهيم العولمة واقتصاد السوق والتجارة الدولية والديمقراطية والمجتمع الدولي وحتى حقوق الإنسان. كنا على وشك الإيمان بأن وسائل الاتصال جعلتنا نسكن الغرفة الواحدة، حتى وجدنا أنفسنا غير قادرين على زيارة آبائنا وأمهاتنا، وكنا نحلم بمركبات خفيفة تطير في الهواء، حتى وجدنا الطائرات رابضة في المطارات. كنا على وشك الإيمان بعالم الرفاه، حتى فوجئنا بالجيوش العاطلين عن العمل يجثمون على أنفاس الاقتصاد العالمي. اكتشفنا أن الأمم المتحضرة بدت أمام هذه الجائحة عاجزة عن استخدام رصيدها الحضاري. بسرعة هائلة ارتدت نحو التوحش. وإلا فكيف يمكن تفسير نزعة الازدحام على شراء الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة؟ وكيف نفسر استيلاء دول متحضرة على شحنات الأدوية العابرة نحو جيرانها الأكثر تضررا؟ الأمم العظمى القوية عربد الفيروس التافه في منظوماتها العملاقة وتركها تتخبط في عجزها وضعفها، وأدخلها التيه الذي بدأ في تبادل التلاوم والتصارع والمناطحة وتهديد العالم في الألفية الثالثة بعودة الحروب الباردة، شيء يشبه ما حذر منه الروائي اللبناني أمين معلوف من غرق الحضارات، حيث فقدنا سمة الصراع بين الحضارات ودخلنا بفعل الفوضى وانعدام العقلانية مرحلة غرق الحضارات. معلوف يرى القوى المنتصرة والمهزومة كلاهما في حالة تراجع وفي خطر الانهيار. ربما يكون الوصول إلى هذه الذروة ضرورة للانفكاك من الهيمنة والتسلط باسم النظام الدولي، ومنح الدول فرصة للانعتاق من التحالفات المكبلة، أو يسمح ببروز أقطاب جديدة تخلق نماذج متعددة ومتنافسة. هذا أيضا ربما يمنح فسحة للتفكير خارج الصندوق. فحاجاتنا بعد الجائحة ستخضع للتقييم والمراجعة، وعادة ما يبدع البشر في تلبية احتياجاتهم الجماعية. كان هذا مقال تحت عنوان 100 يوم من العزلة للكاتب السعودي ميرزا الخويلدي عن جريدة الشرق الأوسط السعودية. هذه إذاعة إرينا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وفي الجزء الثاني من النافذة الثقافية لهذا اليوم نقدم لكم فقرة ثمار دور النشر، ونعرض فيها آخر إصدارات دور النشر العربية، فابقوا معنا. في خبر ثقافي لها، أكدت الشرق الأوسط صدر للكاتب السياسي الفلسطيني ماجد الكيالي مؤخرا كتاب نقاش السلاح، قراءة في إشكالات التجربة العسكرية الفلسطينية، عن دار نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمان، ومكتبة كل شيء في حيفا. والكتاب مخصص لنقاش مسيرة الكفاح المسلح الفلسطيني باعتبارها وحسب الكاتب من أعقد المواضيع وأصعبها، بما لهذه القضية من مكانة في تاريخ الفلسطينيين وما تحتمله من معان وما تختزنه من معاناة وتضحيات وبطولات، ولأن تلك المسيرة ظلت بمثابة صندوق مغلق يحرم فتحه أو إخضاعه للنقد والمساءلة، مع إبقاء
وقائع تلك المسيرة من دون سجلات ووثائق وإحصائيات. يشير الكاتب: مشكلة مفادها أنه رغم مرور 55 عاما على تلك التجربة فإنها ما زالت تفتقد أي بعد تأسيسي أو تنظيري لها، لذا انشغل في هذا الكتاب بالتركيز على مراجعة التجربة العسكرية لكونها حكمت التجربة الوطنية الفلسطينية المعاصرة من مختلف جوانبها بطريقة نقدية موضوعية ومسؤولة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وكان الكاتب قد طرح أغلب هذه الأفكار والاستنتاجات المتضمنة في عشرات المقالات والدراسات طول العقود الثلاثة الماضية كتحليلات أو كوجهات نظر، بيد أنه ما يميزها اليوم أنها أضحت مسنودة أو مؤيدة بالتجربة. ويعتبر الكتاب جزءا من مشروع نقد التجربة الوطنية الفلسطينية الذي كان الكاتب قد اشتغل عليه في كتابيه: الثورة المجهضة، قراءة نقدية في إشكالات التجربة الوطنية الفلسطينية، صدر عام 2013 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وفتح 50 عاما، قراءة في مآلات حركة وطنية، صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ومركز مسارات. هذه إذاعة إرينا. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم في الجزء الثاني من برنامج نافذة ثقافية إلى فقرة ثمار دور النشر، وعرضنا فيه الكتاب الذي صدر مؤخرا للكاتب الفلسطيني ماجد الكيالي تحت عنوان نقاش السلاح، قراءة في إشكالات التجربة العسكرية الفلسطينية. وبهذا القدر مستمعي ومستمعات الأفاضل من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا، وفيما يلي أقدم لكم تذكيرا بأبرز ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. منظمة الزراعة والأغذية العالمية تحذر من موجة ثانية من أسراب الجراد الصحراوي. حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من موجة ثانية من أسراب الجراد الصحراوي في منتصف شهر يونيو المقبل. وقالت المنظمة في تقرير لها بأن موجة جديدة من أسراب الجراد الصحراوي قد تهاجم كل من الصومال وإثيوبيا وكينيا، وسوف تتأثر بها كذلك كل من إريتريا وجيبوتي. وكانت المنظمة قد حذرت قبل أسبوعين من مخاطر مجاعة وشيكة في دول القرن الأفريقي بسبب قضاء أسراب الجراد على المحاصيل الزراعية للفلاحين في كل من الصومال وأجزاء من إثيوبيا وكينيا. فيروس كورونا يصيب رموز نظام الإنقاذ السابق. أكدت مصادر من الخرطوم إصابة نائب الرئيس السوداني الأسبق علي عثمان محمد طه بفيروس كورونا، وأنه يتلقى العلاج في مركز برج الضمان في العاصمة، بينما يتلقى أحمد هارون العلاج من الفيروس منذ 29 من الشهر الماضي في مركز يونيفرسال. ويتلقى كذلك كل من إبراهيم السنوسي وعلي الحاج محمد العلاج في مستشفى يستبشرون المملوك للدكتور مامون حميدة. كما أصيب بالفيروس كذلك وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، والذي يتلقى العلاج في مستشفى عليا، بينما نقل أخ الرئيس عمر البشير عبد الله حسن البشير إلى مستشفى عليا للعلاج. وتم عزل الرئيس المخلوع عمر البشير بعد مخالطيه. اتهامات للصين بالتجسس على رؤساء دول ووزراء أفارقة. قالت مؤسسة هيريتيج فاونديشن البحثية الأمريكية بأن الصين تتجسس على رؤساء وزراء وخارجية ودفاع وبرلمانات أفريقية. وقال تقرير المؤسسة بأن الصين ساهمت في إنشاء حوالي 200 مبنى حكومي على امتداد القارة، منها 23 قصرا رئاسيا ولرئيس وزراء، و26 برلمانا، و29 وزارة خارجية، و32 وزارة دفاع، وأنها قامت بزرع أجهزة تنصت واستماع في كل هذه المباني عبر شركة هواوي لخدمة الإنترنت. الحجر الصحي يؤثر سلبيا على الرياضيين بشكل خاص. أفاد تقرير طبي صدر مؤخرا إلى أن سياسة الحجر الصحي لتفادي الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد تركت آثارا سلبية على صحة ونشاط الرياضيين. وقال التقرير رغم أن الكثير من الرياضيين يمارسون الرياضة في نطاق المنزل بسبب الحجر الصحي،
إلا أن نفسياتهم تأثرت كثيرا بسبب انقطاعهم عن الأنشطة المحببة لهم وممارستها في الهواء الطلق مثل العدو وكرة القدم والرياضات الجماعية. وأشار التقرير بأن تأجيل أولمبياد طوكيو حتى يونيو من العام المقبل سيكون له تأثيرا نفسيا سيئا على الكثير من المشاركين، لأنهم قضوا أوقاتا طويلة وتهيأوا نفسيا للمشاركة في هذه البطولة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وأذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة من برنامجنا في ذا ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي محدثكم فتحي عثمان وزملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.